طب يلا بينا عشان رايحين على الكالتشيو النهارده وتحديدا نابولي. يا سلام، بيقول لك بقى اكتر لعيبه لعبت ماتشات مع نابولي في دوري ابطال اوروبا على مدار التاريخ. فنقول بسم الله ونتوكل على الله. يلا بينا مبدئيا كده. اول واحد بولندي. بولندي مين؟ ميلك ولا مين؟ اكيد مش ميلك يعني. مش اركاديوش ميلك. انا قلت برضه. طب خلينا نقول ميرتنز، دريس ميرتنز. الاسباني ده ممكن اجرب كايخون. خوسيه كايخون. مظبوط. همشك طبعا موجود معانا. حلو قوي. معانا ثلاثة طليان ورا بعض، فهناخد يا باشا مثلا مبدئيا بوليتانو. هجر. وناخد مثلا راسبادوري. جياكومو راسبادوري. مش موجود. طيب ممكن نروح على مين في الطليان؟ دي لورينزو، باعتبار انه لعب ماتشات كتير مثلا. والله دي لورينزو رقم 6. ماشي. ممكن اخد مين تاني من الطليان؟ ممكن اخد مين تاني؟ طيب خلينا، انا افتكرت البولندي عموما زيلينسكي. كنت مسقط خالص ان هو بولندي. هو رقم 1. واو. سبحان الله. طيب الجورجي طبعا كفاراتسخيليا. وش. والمكسيكي غالبا والله اعلم ان شاء الله يعني هيرفينج لوزانو. حلو كده. حلو قوي كده. العاشر ده كاميروني فطبعا عارفينه كلنا. فرانك زامبو انجيسا. متوسط الميدان. فاضل رقم 5 ايطالي. وواضح انه لعب ماتشات كتير. غالبا كده مين يا ترى؟ يا هل ترى ده مين الشاب ده؟ عايز اجرب اسمه وبعدين اديها لكم. جبتها ما جبتهاش خلاص. هجرب مثلا رومانيولي. ولا لا، رومانيولي لاتزيو. لا خلاص يبقى بلاش اجرب احسن عشان ما اهبطش. فالمطلوب بقى منك ان شاء الله تقول لنا مين هو اللاعب صاحب المركز الخامس في الليسته بتاعتنا دي.